جيت برضو أنا مش محضرة كلام أقوله. الحقيقة أنا مبسوطة جدا بالجايزة اللي أنا معرفش هي بتاعت إيه لغاية دلوقتي. وكمان أنا إيه ده؟ هو اللي مكسور؟ يا نور، أنت اللي كسرت الكاس بتاعي؟ أنت يا ابني، هو مفيش حد هيخطف الكاس المرة دي ولا إيه؟ نورة. لا ده صوت ماما، خلاص حفظت. حاضر يا ماما، هصحى من الحلم اهو. المرة دي يا لوليتا لقيت الجايزة مكسورة على طول، ونور مش عايز ياخدها، وكمان يارا ما ظهرتش خالص في الحلم. ايه تفسير كل ده؟ خلاص بقى يا لوليتا، مش مشكلة، أنا ورايا حاجات أهم من المواضيع بتاعتك دي، ما تعطلينيش لو سمحتي. أخيراً الأوبن داي قرب، أنا مستنية اليوم ده بفارغ الصبر. مخططين كويس بس لكل حاجة؟ طبعاً إحنا بنجهز لليوم ده بقالنا كتير، وطاقتنا كلها رايحة على الحفلة. طب ما تحكيلي شوية حاجات كده سريعة عن اللي بتعملوه. بما إني شاطرة في الأساور هعمل منها عدد كبير قوي، وطبعاً صحابي هيساعدوني فيها. كمان هنعمل فكرة مجنونة كده شفتها على النت، عبارة عن ممثل بيقف وراه رسومات ولوح، فيقوم الممثل ده يمثل لنا بطريقته المشاعر اللي موجودة في الرسومات دي. حلو قوي ده. ومين بقى اللي هيمثل عندكم؟ ريم صاحبتي. البنت دي شاطرة، أنا فاكرة لغاية دلوقتي دورها في المسرحية اللي فاتت. وهتعملوا إيه كمان؟ هنبيع هدوم بأسعار مناسبة، وهنشجع زمايلنا اللي عندهم مشاريع لا لا لا، كفاية كده، مش هحرق لكم كل حاجة عشان أسيب لكم حاجات حلوة تتفاجئوا بيها لما تيجوا، وأوعدكم إننا هنعمل حفلة ما حصلتش. أنا واثقة فيكي يا روحي. شكرا يا تيتا. انت نسيتي حاجة مهمة جدا يا نورة. نسيت إيه يا نور؟ ان المخرج اللي هيصوركوا اليوم كله، كنت عايزة اعرف يعني هتدوني فلوس قد ايه. عايز كام يعني؟ بصي، شوفي محمد هنيدي بياخد قد ايه وانا هاخد اقل منه ب200 جنيه. نور يا حبيبي، محمد هنيدي ممثل، انت قصدك تبقى زي المخرج مروان حامد او عمرو سلامة. هما دول صح. انا بقى يا نورة عايزة اخد فلوس الاتنين المخرجين دول، محمد سلامة وعمرو حامد ده اللي بابا قال عليهم. ده انت تحمد ربنا اصلا اني خليتك تصور. نور، انا عايزاك تركز قوي عشان اليوم ده ما ينفعش فيه ولا غلطة، ويلا مش عايزين نتأخر على المدرسة.